جت الشرطه ونزلوني انا طبعا، وبعد كده نزلوا البنت معايا وخدونا على الاسم لما جت هناك. الشرطه كانوا موجودين كل الافراد كانوا دول؟ كل الافراد موجودين. والشرطه كم واحد يطلع؟ كانوا معايا فوق في حدود 13 14 واحد، وتحت؟ وكان تحت في حدود 300 وشويه. دول كلهم ايه؟ كلهم سنيين. كلهم سنيين. ده غير الناس التانية الجيران وكده. ولما جت الشرطه لقيتهم موجودين يعني؟ موجودين. طب ما خدتش حد منهم الشرطه؟ لا. طب انت ما اتهمتش حد انك تاخده معاك؟ ما الشرطه اصلا ما قدرتش تعمل حاجه مع الاسف يعني. هم كانوا في الساعه دي اقوى من الشرطه. طب يعني مين طلب الشرطه؟ هم اللي طلبوا؟ هم اللي طلبوا الشرطه، قال لك احنا خدنا حقنا الشرعي، تعالوا خدوا حقكم انتوا المدني. طيب وبعدين حصل ايه لما خدوك في الشرطه؟ بس فرحت بعد كده انا طلعنا على الجسم هناك، وحولوني انا على المستشفى. عملوا لي طبعا الاسعافات اللي انا فيها دلوقتي. وخدوا اقوال البنت طبعا، قالت لهم طبعا على كل اللي حصل بالتفصيل. يعني البنت قالت ان هم اتصلوا بيها في وانك انت ما تحرشتش بيها ولا تعرفها ولا ليك علاقه بيها ولا اي شيء ولا طبعًا. اي حاجه طبعا، مش كده؟ واثبتت البنت براءتي انا. تمام. وطبعا الكلام اللي هي قالته طبعا انه اللي اتصلت بيها ام الديب، وهي اللي جابتها وكده، ودول ارغموها ان هي تقول كذا. بس انا بقول هنا في الشرطه انه ما حصلش اي حاجه من الكلام ده كله، وايمن بريء من الكلام اللي بيقولوه تماما. طب لما انت تعبان ما قعدتش ليه في المستشفى؟ مين انا؟ لا بالعكس، انا بعد ما عملوا لي الغرز خدوني على طول دايركت تاني على البندر. خوفا أيوة. من الجماعات برضو. يعملوا لك ايه بعد كده؟ خوفا اللي يموتوني برضو في المستشفى. طب هم هددوك بعد كده الجماعات؟ ده مهدديني ومهددين اولادي. طب خلينا في التهديد بعدين، كمل الموضوع. تمام. المهم بعد كده ايه، خدوا اقوالي انا طبعا في البندر هناك. لقوا نفس اقوالي انا، نفس اقوال البنت اللي قالتها، مفيش اي اختلاف. وخدوا اقوال خالد السويفي برضو نفس الاقوال اللي انا قلتها. يعني انا بريء كل البراءه، اشكر ربنا انه فعلا ظهرت الحقيقه وانا طلعت بريء. يعني في النيابه هي ما دانتكش ولا؟ لا ولا في النيابه ولا في البندر. هي قالت الحقيقه. طيب دلوقتي لما حصل تحقيق، لما انت اتهمتوا حد ليه ما جاش؟ او الناس اللي هم مسكوك وضربوك دول وعملوا فيك اصابات وقطعوا ودنك وعملت تقرير طبي، ليه النيابه ما جابتهمش؟ لحد دلوقتي الشرطه ضعيفه. قالت لك احنا ما نقدرش. ليه الجيش بعد اذن حضرتك مش في قوات مسلحه؟ الجيش سيادتك رفض التدخل. تواطأ. ليه رفض التدخل؟ تواطأ. ليه؟ على اساس ايه؟ احنا قلنا نحولها نيابه عسكريه. النيابه العامه قالت لك بكان انتوا جيتوا هنا ما ينفعش تحول نيابه عسكريه. فانا ما اعرفش طبعا ازاي. يعني انت بتتهم، بتقول ان دي بلطيه، وطالما بلطيه يبقى في حاجه اسمها محاكمه عسكريه، مش كده؟ محكمه عسكريه. يطبق عليهم كده البلطجه. انا ما اعرفش ازاي يعني ساكتين عليهم لحد دلوقتي. طيب لغايه التسجيل النهارده ثالث يوم اللي حصل، مش كده؟ طب هل حد مثل امام القضاء او حد لغايه نيابه؟ لحد دلوقتي سيادتك ما فيش اي اجراء قانوني. يعني كل الموضوع دلوقتي التحقيقات موجوده ومفيش حد مثل فيهم، ولا الشرطه ولا الحربيه جابتهم. كل التحقيقات بدينهم، ولحد وقتنا هذا ما قبضوش على اي واحد منيهم وانا مديهم. طب انت بتتكلم على الحربيه على اي اساس؟ انت رحت الحربيه؟ لا. امال ايه؟ انا طلبت النيابه العسكريه. طلبت النيابه العسكريه والمستشار العسكري. النيابه عشان نتحول نيابه عسكريه. وياخدوا اقوالي وكده ويتدخلوا هم. قالوا لك ليه؟ طيب النيابه العامه قالت لك لا انت بكان جيت هنا على النيابه العامه. يعني النيابه العامه رفضت؟ والنيابه العسكريه رفضت؟ النيابه العسكريه رفضت. النيابه العسكريه رفضت، مش كده؟ طب ليه رفضت انها تجيب الناس المتهمين اللي هم ضربوك؟ دي ما اعرفهاش انا بقى. ما تعرفهاش؟ مش كده؟ ما اعرفهاش. طيب وبعدين؟ بس فالمهم طبعا انا تاني يوم رحت النيابه. والنيابه طبعا خدت كل اقوالي، لقيت اقوالي مطابقه على نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده. مفيش اختلاف. خدوا اقوال البنت برضو نفس اقوالها، هي ما اتغيرتش. طب وامين الشرطه شاهد معاك؟ امين الشرطه انا لحد دلوقتي ما اعرفش راح النيابه ولا لا، لكن هو كان في البندر قال اقواله نفس الاقوال بتاعتنا بكل تفاصيل الحادثه والواقعه. وكل ما فيش اي اختلاف. يعني اشكر ربنا انه كله جاي صح، ما فيش حاجه جت غلط الحمد لله. اشكر ربنا يعني انه الحقيقه كلها ظهرت، وان الموضوع ده اللي كانوا بيعملوه مع كل واحد يقول لك بنت وولد ويلبسوهم الاسطوانه ويعملوا لهم المشوار ده كله عشان يدخلوهم في حوار اسلامي طائفي.